إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن رؤية الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في المنام. دي من الرؤى المحمودة طبعا والرؤى الجميلة جدا. لو حد شاف في المنام إن هو بيصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فده بشرة خير ليه على تفريج الهموم وقضاء الحوائج ودعوات مستجابة، وأمور إن شاء الله هتتيسر له بالخير. لو زوجة حلمت إنها بتصلي على سيدنا النبي في المنام، فده بشرة خير ليها على استقرار حياتها الزوجية. ولو بنت عزباء حلمت إنها بتصلي على سيدنا النبي، ده بشرة خير ليها على دعوات مستجابة ليها، وإن ربنا يرزقها إن شاء الله بزوج صالح، وإنه يكون على خلق ودين. لو طالب علم حلم بالصلاة على سيدنا النبي، فده بشرة خير على إن نجاحه في حياته الدراسية وأمورها تتيسر له. والصلاة على سيدنا النبي من الرؤى الجميلة جدا. ولو حد حلم ان هو بيصلي في المسجد النبوي، ان شاء الله بشرة خير ليه لزيارة قريبة لسيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ويا رب كده دايما ابشركم بالخير، ويا رب يجعل ايامنا كلها خير وبركة، ويكرمنا كده بزيارة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويجعلنا دايما نشوفه في رؤى في المنام كده. ويا رب يجعل كل واحد ربنا يحقق له كل اللي هو يتمناه من ربنا. ويا رب كده أكون بقدر أوصل له كل معلومة على قد ما أقدر بطريقة مبسطة. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير.